خلينا الاول افهمك ان الكرش ده عدو الذكوره الاول. ليه بقى؟ لان الدهون دي مش مجرد شحوم متخزنه تحت جلدك وخلاص، هي للاسف بتتعامل مع جسمك كله على انه غده مستقل. فبما ان الدهون دي بتتعامل مع جسمك على انه غده، هتبدا تفرز مواد كيميائيه هتعمل لك التهابات تبوظ بيئه جسمك كلها. مش زي ما الثقافه الشعبيه بتقول ان الراجل اللي ملوش كرش ما يسواش قرش، وان الكرش ده دليل العز والنغنغه اللي الواحد فيه. الحقيقه ان الكرش ملوش علاقه بالموضوع ده خالص، لا من قريب ولا من بعيد. بالعكس، ده الموضوع بيضرك اكتر، لان الكرش ده الخلايا الدهنيه اللي فيه بتفرز مواد بتضرب الصحه الجسديه. اول حاجه بتعملها هو خلل في هرمون الذكور. يعني بما انك عندك كرش، الكرش ده بيبقى فيه كميه كبيره من انزيم اسمه اروماتيز. الانزيم ده بقى وظيفته انه بيحول التستوستيرون لاستروجين، فبالتالي كل ما حجم جسمك يزيد الهرمون ده بيتفرز بشكل اكتر. يعني من الاخر كده بتقلل هرمونات الذكوره عندك وبتزود هرمونات الانوثه، وكل الكلام ده بقى بسبب الكرش. هنا بقى هيحصل خلل هرموني عنيف، وده هيبعت اشاره سلبيه للغده الموجوده في الخصيه، والنتيجه ان وظائف الخصيه بيحصل فيها كسل كبير. يعني من الاخر وبالبلدي كده، كل الكلام ده لما بيحصل مع بعض